السلام عليكم ورحمة الله. الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم: قصف شاحنة جزائرية بواسطة درون مغربي. نشوفوا هذا الخبر ونحللوه ونتكلموا عليه بمنطقية. أولا نقولوا هذا تاني خبر ينتشر هذه الأيام عن قصف درون مغربي. الخبر الأول كان يتكلم على قصف درون مغربي لمواطنين موريتانيين كانوا بصدد التنقيب عن الذهب، واخترقوا الحدود الموريتانية ودخلوا للمنطقة العازلة، وتم قصفهم بدرون مغربي. لكن كما نقرأ في الأسفل يقول لك: ولم يتسنى التحقق من مصداقية هذه المعلومات. بمعنى هذه مجرد إشاعات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه الأخبار لم يؤكدها أي مصدر رسمي، سواء من الجانب الموريتاني أو الجانب المغربي. يعني هذه مجرد إشاعات. نولوا لقضية الشاحنات الجزائرية، ونولوا يعني للوراء. في سنة 2021 قال لك المغرب قصف شاحنات جزائرية. الخبر اللي انتشر في هذاك الوقت قال لك القصف وقع في أراضي موريتانية، وبعدها خرجت موريتانيا ونفات أنه وقع هجوم بطائرة درون داخل أراضيها. بعدها قال لك لا، قال لك الهجوم وقع في المنطقة العازلة بواسطة درون مغربي. وهنا شوفوا هذا الخبر يقول لك: مصدر مغربي رفيع ينفي قصف شاحنة جزائرية. نفى مصدر مغربي رفيع المستوى شن القوات المسلحة المغربية غارة في الأراضي الموريتانية أو الجزائرية، ردا على اتهام الجزائر المملكة المغربية باغتيال 3 جزائريين في قصف لشاحناتهم، موضحا أن ما وقع يتمثل في مرور شاحنتين جزائريتين عبر حقل ملغوم في المنطقة العازلة. يعني الخبر كما قلنا مع الأول قال لك وقعت في موريتانيا، من بعد قال لك لا، داخل المنطقة العازلة. والمغرب نفى أنه يكون قصف شاحنات جزائرية، مع انعدام وجود الدليل الملموس على إدانة المغرب. نقول أنه لا يوجد أي دليل يؤكد أن المغرب هو اللي قصف هذوك الشاحنات، بما أنها منطقة عازلة ومنطقة اللي وقع فيها حرب بين المغرب والبوليزاريو. فمن المحتمل جدا أن تكون المنطقة فيها ألغام، لأنها منطقة خطيرة ومنطقة اللي وقع فيها حرب. واش هو الشيء اللي أكد باللي المنطقة هذه فيها حرب؟ نشوفوا هذا الخبر في الإذاعة الجزائرية يقول لك: الجيش الصحراوي يواصل قصف تخندقات جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي. يعني المنطقة هذه راهي وقع فيها حرب، وبالتالي تقدر تكون فيها ألغام. وهذه المنطقة يعني خطر على الشاحنات اللي تمر عبرها. يعني الشاحنات اللي تنقل السلع الجزائرية لازم تتجنب المناطق اللي يكون فيها حرب. نقول لهذا الخبر اللي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشوفوا في نفس الخبر ما تفهمش وين وقعت الحادثة بالتحديد. يقول لك يذكر المصدر أن الهجوم وقع في الطريق الاستعماري القديم الذي يمتد على طول الحدود مع الصحراء الغربية، والذي يوجد في الأراضي الموريتانية. هذه الرواية الأولى. شوف من بعد يقول لك: بينما أشارت مصادر أخرى إلى مكان آخر وقع فيه الهجوم في المنطقة الخاضعة لسيطرة البوليزاريو. وإحنا نقول إذا كان الخبر صحيح فعلا، كيفاش مصدر يقول وقعت في المكان الفلاني ومصدر آخر يقول وقعت في مكان آخر؟ وهذه يعني نفس القصة اللي صارت في سنة 2021. مع الأول قال لك في الأراضي الموريتانية، ومن بعد موريتانيا خرجت نفات أنه وقع هجوم في أراضيها، بعد قال لك لا، في المناطق العازلة. ونشوفوا المصدر تاع هذه الأخبار يقول لك نقل الموقع عن مصادر أمنية في الصحراء الغربية. وحنا نطرحوا عدة تساؤلات. المصدر هذا يقول لك في موريتانيا، من بعد يقول لك لا، في داخل المنطقة العازلة.
وزيد ما كان حتى يعني فيديو لهاد الشاحنات ولا لوحات الترقيم تاعهم وزيد كاين تساؤل آخر. يعني من المعروف أنه المنطقة هذيك تاع الصحراء الغربية ما زالت إسبانيا تسيطر على الأجواء ديالها، وبالتالي كل طائرة تمر عبر الأجواء الصحراوية تحتاج إلى رخصة من السلطات الإسبانية، لأن المجال الجوي للصحراء ما زال في قبضة إسبانيا، وبالتالي إسبانيا لن تسمح بمرور أي طائرة عسكرية فوق تلك الأراضي. وزارة الخارجية الإسبانية فيما يتعلق بولايتها يعني على المجال الجوي بالصحراء الغربية. الخبر هذا وهو أنه المجال الجوي للصحراء الغربية تتحكم فيه إسبانيا لحد الآن، منذ 1974 خروج الجيش الإسباني من الأراضي الصحراوية لما كانت تحتل الصحراء الغربية وجزء من موريتانيا. لما انسحب الجيش الإسباني بقي يحتل الجو، يعني الرادارات الإسبانية هي التي تتحكم في الملاحة الجوية فوق التراب الصحراوي. الأرض يحتلها جزء من الصحراويين اللي مسيطرين على بعض الأراضي، والجو تحتله إسبانيا. إذن أين هي السيادة المغربية؟ أين هي السيادة المغربية في هذه الحالة؟ لراهم يتكلموا على السيادة المغربية والمغرب راهو في أرض وفي صحراء وكذا. وراكم في صحراءكم يا طحاحنا، وراكم في صحراءكم. إذا كانت الطائرات المغربية لا تستطيع أن تحلق فوق الأجواء الصحراوية، لازم المغاربة يطلبوا تصريح رسمي من إسبانيا. والله راح يفوتوا الطيارة، راح يفوتوا على الصحراء الغربية. وش رأيكم؟ وهذا الكلام لم يقوله برزديرة، هذه صحافة المغرب. نعم، صحافة المغرب تقول أن إسبانيا رفضت السماح للمغرب باستغلال المجال الجوي الصحراوي. ويشرحوا قال لك المجال الجوي ما زال تحت سيطرة الجيش الإسباني ولم تسمح إسبانيا ب يعني استعمال المجال الجوي من قبل الطائرات المدنية والعسكرية الإسبانية المغربية. يعني لازم لهم تصريح رسمي باش يقدروا يفوتوا، ما يقدروش يفوتوا إلا برخصة من الجيش الإسباني. إذن أين هي السيادة؟ أين هي السيادة على الأراضي الصحراوية؟ ما عندكم حتى سيادة، وجايين تحلوا في فمكم. روحوا على الأقل رتبوا أموركم مع إسبانيا وبعد كده أروحوا حلوا فمكم.